فمش هينفع اشد عضلات البطن على الرحم وهو حجمه كبير كده. بالنسبه لدكتور البنات اللي هي اول مره تولد بقى، تنصحهم بايه بقى لو ولدت قيصريه؟ في اجراء بقى ان هي ممكن تعمل شد بطن بعد الولاده مباشره ولا بتستنى فتره؟ في بعض الستات مش عارف يعني، بعض الدكاتره مش تخصص تجميل طبعا بيقترحوا عليها انها تعمل شد بطن مع في نفس السيشن مع الولاده، يعني تولد من هنا وتشد من هنا ويقوم شدت بطنها. هي عمليه شد البطن بتنقسم لحاجتين او 3 حاجات بيتموا في العمليه. بنستأصل جلد زياده، وبنشفط الدهون، تمام، وبنشد عضلات البطن عشان نقويها. مش هينفع اشفط في واحده لسه مخلفه في وقتها طبعا اكيد. طيب، زائد ان في الحجم بتاع الرحم مرجعش للوضع الطبيعي، بيبقى كبير. الحجم بتاع الرحم عشان يرجع للوضع الطبيعي بتاعه اللي هي فتره النفاس 40 يوم. تمام. فمش هينفع اشد عضلات البطن على الرحم وهو حجمه كبير كده. هتبقى الرحم لما ينزل العضلات هترجع تترهل تاني، والجلد اللي هشده واقصه على حجم البطن في الوضع ده، اما البطن تنزل الجلد هيرجع يترهل تاني. طب اعملها امتى؟ انت لو عامل مثلا، لو هي عامله عمليه قيصريه، عمليه قيصريه دي يعني اتفتح جرح في البطن عشان الجسم يلتئم مش اقل من 6 شهور، عشان الجرح ده يلتئم ويعني تبقى الدنيا ما فيهاش تليفات كتيره. 6 شهور عشان نفكر نخش نعمل عمليه تانية. قبل كده ما ينفعش.